ايه رأيك لو قلتلك انك ممكن تاخد شهادة من جامعة كاليفورنيا في الGIS زي اللي قدامك دي، مع ان هي سعرها ب50 دولار، يعني 900 جنيه مصري. انا خليك تعرف ازاي تجيبها ببلاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد جمال، وهعرفكم النهاردة ازاي اخد شهادة معتمدة من جامعة كاليفورنيا في GIS، او اعرفكم عموما ازاي ناخد اي كورس في كورسيرا ببلاش. طبعا احنا هنبدأ من جوجل. هتقولي هبدأ من جوجل ليه؟ لا، انا عايزك تتعود من دلوقتي ان انت اي حاجة تيجي في بالك اكتبها على طول. اي حاجة بتدور عليها اسأل جوجل، خليه زي اخوك دلوقتي. اكتب كورسيرا، تلاقي لنا كورسيرا. تخش على كورسيرا بقى على طول. فتح لي الصفحة بتاعتي. انت طبعا ممكن ما تكونش مسجل، فتروح داخل من على كورسيرا. بتفتح من عند الكتالوج، بتدور هنا، بيطلع لك اي حاجة تيجي في بالك بقى. الداتا ساينس، البيج داتا، دي شوية كورسات في الداتا ساينس. وبعد كده كورسات بيزنس، كورسات كمبيوتر ساينس، في بايثون. او اللغة دي احنا مهتمين بيها في مجال الGIS عندنا. طيب انا عايز اعرف ايه هي الكورسات اللي انا محتاجها دلوقتي. او احنا تبع انهي مجال؟ احنا تبع الفيزيكال ساينس اند انجينيرينج. ممكن كنا كتبنا فوق في السيرش GIS، بس بنعرف اكتر عن المجال بتاعنا مختص لانهي مجال. بنكتب هنا GIS. بيظهر لنا كل كورسات تحت مسمى الGIS اللي في الموقع. عندنا ايه؟ عندنا Geographic Information System، دي حزمة كورسات. عندنا 5 كورسات. Specialization، يعني 5 كورسات في التخصص بتاع الGIS من University of California ديفيدز. نخش عليهم اهو. Geographic Information System الGIS Specialization. دي كده المنحة اللي احنا عايزينها، مجموعة كورسات تأهلك ان انت بعد ما تخلصها تبقى متخصص رسميا في المجال بتاع الGIS. او corrected by جامعة كاليفورنيا. 5 كورسات، وبتقدم بعدها project، وبعدها certification. certificate بتاخد بعدها شهادة. بنبدأ من أول البيجنر وهو الأساسيات، وبعد كده بناخد الداتا فورمات والديزاين، وبعدها في الجيوسبيشال والانفيرومنتال اناليزس والايميجري والاوتوميشن والابليكيشنز. وفي الاخر خالص زي ما بتدرس في الجامعة كده، بيطلب منك شوية مشاريع بتعملها، وبيخلص بكده الحزمة بتاعت الكورسات دي. طب انا عايز اخد الكورس ده. انا لو عايز اخد كورس واحد ممكن اخد كورس واحد منهم، وبعد كده اكمل براحتي او ما اكملش. بنخش على enrolled، هي مش ظاهرة عندي لان انا رسميا اصلا مشترك فيها. اهو انا مشترك في الحزمة ديت، ودي الكورسات مخلص منهم 2. ده الكورس التالت. تظهر لنا صفحة الكورس دوت اهو، الجيو سبيشال اند environmental analysis. طب انا دلوقتي عايز اخد الكورس ده. هتخش على enroll now؟ لا، enroll now ده معناه ان انت هتخش بفلوس بقى. هتخش ان انت تحضر الكورس ده، بس تتفرج من بعيد لبعيد كده. تقعد بقى، مش هتاخد امتحانات ومش هتاخد اي حاجه، يا دوب هتتفرج على الكورس وتستفيد بالماده العلميه بس.
مش هتاخد الشهادة. أو طيب أنا دلوقتي عايز أخد الكورس ده ببلاش، هعمل ايه؟ هنلاقي تحت enroll now أهو، هنشوف هنا لا عايزين نعمل application بتاعت الدعم المالي. هيقولك مطلوب منك التلات حاجات دول لازم يكونوا موجودين. ماشي تمام، تكمل المعلومات بتاعتك، ومحتاج كمان انك تتعهد ان انت هتخلص الكورس ده، وكمان ان انت هتأكد لنا هتجيب لنا بطاقتك وتأكد لنا الهوية بتاعتك. الكلام ده كله هنلاقيه في الليستينجز، او عادي جدا هتكون في صفحتك الرئيسية. في الليستينجز هنلاقيه، في الاكونت هنلاقي هنا انت بتملى البيانات بتاعتك اهو كلها، وهنا بتعمل ال ID بتاعتك، بتبعت لهم البطاقة وصورة من البطاقة، وهم بقى بيظبطوا الدنيا. بس هي دي المعلومات المطلوبة. بتخلص المعلومات دي تروح نقله بندوس وبنكمل، بتظهر لنا الابليكيشن اللي احنا عايزينه. دلوقتي الباك جراوند بتاعتك، وبتكمل ايه هو الدخل السنوي بتاعك. دخل السنوي بتاعك يطلع من الاخر 10، اكتب اي حاجة. انت لسه طالب عادي، المهنة بتاعتك انت لسه ستودنت، هنا احنا بنكتب الحاجات دي حاجات قليلة في الدخل اللي عندك. ممكن نروح كاتبين مثلا 10 برضو تاني، هذا في الشهر خليه مثلا 5. هنا بقى اهم حاجتين، انت عايز تاخد الدعم المالي ده ليه. ممكن تقول بقى اهم حاجة ان انت تكتب 150 كلمة تدل ان انت محتاج الكورس ده فعلا، او انت محتاج الدعم ده فعلا. انت بسيطة جدا، اتكلم عن حال اللي حواليك ده، ان انت لسه طالب، حالتك المادية صعبة شوية، انت في مصر وهكذا. بعدها الكورس ده هيفيدك بايه لما هتاخده. انت بقى تقول ان انا هاخد الكورس ده ممكن هيفيدني في مستقبلي، وان انا بدرس فعلا في الكارير دوت، والمهارات اللي هستفيد منها دي هتفيدني في الدراسة، وان انا هفيد بلدي بيها وهكذا الكلام ده. وافضل اكتب 150 كلمة. ماشي، وبعدها submit application، بيروح مطلع لك ان احنا خدنا الرسالة او الطلب بتاعك ان انت تاخد دعم مالي، وهنرد عليك ان شاء الله بعد اسبوعين. هو التاريخ من التسجيل 27 مايو، هيطلعها لي في يوم 11. هيطلع لي على طول الرسالة، هتتبعت لي على الجيميل او الايميل اللي انا مسجل بيه الايميل دوت. هيقولوا لي ان احنا قابلناك وان انت تقدر دلوقتي تاخد الكورس، ويبقى الكورس قدامك ظاهر في ماي كورسز زي ما بتظهر عندي كده. ومع الوقت بيقترح لك كل شوية كورس تاني تكمله اهو، ده زي Fundamentals of GIS ده اهو، وبتقدر ان انت تاخده وتستفيد بالماتيريال، وبعد ما بتدرسه بتخلصه بيتعمل عليه علامة صح، وبعدها بيبقى معاك الشهادة ديت. وبكده نكون احنا خلصنا ازاي ان احنا ناخد شهادة من جامعة كاليفورنيا، وازاي ان احنا نعمل دعم مالي وناخد كورس من كورسيرا ببلاش. شكرا لمتابعتكم.